السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ بصي بقى، لو انتي عروسة وبتوضبي شقتك وبتجيبي جهازك لازم تخلي بالك من الحاجات دي كويس جدا. اول حاجة الدهان ده البلاستيك. آه، اوحش حاجة ان تعملي دهان بلاستيك. يعني الوساخة اللي انتوا شايفينها دي بتطلع، بس بتطلع اولا بصعوبة. ثانيا يعني انا هوريكم دلوقتي وانا بقعد اعمل جامد جدا عشان تطلع، زائد ان الدهان نفسه بيطلع معاها. يعني انتي لو اتكيتي اصلا عليها بتلاقي اللون طلع في ايدك، بيبان على الحيطة مع الوقت. عكس الزيت، هو ممكن يكون فيه بلاستيك نوع تاني بيتغسل، معرفش. عكس الزيت بقى، الزيت بتغسليه بالسلك بالليفة وبالصابون وبمية وبتعيشي حياتك براحتك. لكن ده مع الوقت، بصوا يعني وحش جدا، وبيبان فيه البهدله والوساخه لان انتي ما بتعرفيش تغسليه. وطبعا بعد كده لما بيكون في اطفال وبيشخبطوا او بيبهدلوا الدنيا، بتلاقي الدنيا باظت خالص منك، ومش عارفه تسيطري عليه ولا عارفه تنضفيه. يعني كل ده انا بحاول انضفه، وبدوس جامد كمان، يعني بدوس جامد جدا، وبيطلع بصعوبة، وبدأ يعني يطلع اهو. بس هوريكوا اللون نفسه، لون الدهان طالع. فأوحش حاجة موضوع البلاستيك ده. فمعلش لو حتى الزيت أغلى شوية، بس أحسن بكتير من إنك بعد سنتين تلاتة هتضطري تبيضي الشقة تاني وتدهني الشقة، هيبقى تكلفة أعلى عليكي. أنا مش عارفة هو هيبان ولا لأ، بس بصوا اللون نفسه طالع اهو. يعني لون الحيطة أفتح من القماشة، فاللون نفسه طالع، فانتي مع مسحتين تلاتة هتلاقي نفسك بوظتي الحيطة. فما تسترخصيش في موضوع الدهان ده خالص، لان هي حاجة مفروض هتكمل معاكي بقية عمرك. دي حاجة مهمة. تاني حاجة برضو تخلوا بالكم منها، انا وضحتها برضو قبل كده في الفيديو بتاع الروتين بتاع المطبخ. الحرف بتاع الرخامة اللي هو الحرف اللي بيسد المية، دي كده ملهاش حرف. هي في الشكل دي بيبقى شكلها احسن واشيك بس كعمليا لا. التانية عملية اكتر، وهتمنع لك مية وبهدلة وغرقان كتير يعني. تاني حاجة او تالت حاجة بقى السيراميك الغامق. بصوا يعني ده كده مغسول، انا غسلاه ومنشفاه قبل ما اصورهولكوا عشان اوريكم ان هو شكله بيبقى عامل ازاي حتى لو مغسول. السيراميك الغامق ده حاجة اوحش حاجة في الدنيا. اهو اللي فوق نفس الموضوع، غسلاه عادي، بس اللي فوق باين عليه نظافة، اللي تحت لا. فمش فكرة بقى ان لا الفاتح هيتوسخ، بالعكس الفاتح بيبان فيه النظافة وبيبقى شكله منور واحلى بكتير من الغامق. حاجة كمان بقى النيش الجرار. انا ما كنتش يعني ده ما كانش اختياري اصلا، كنت عايزة نيش ظرف، بس اللي حصل بقى في النيش الجرار ده اسوأ حاجة برضو في الدنيا. بصوا الحاجات بتتطرب جدا، لانه مهما اتقفل بيبقى فيه حتت كده وفيه زوايا مفتحه، بيبقى الموضوع مرعب ده بقى. يعني غير عمر بقى بيهددني لما بالنيش كل بيكون شويه بعد رايح كده جاي فيه عليه. اطفال. لان فتحته يعني ده فيها دمار فيها خراب بيوت، فوحش جدا بصراحه. التاني سهل ان انتي تقفليه. حاجه كمان بقى دي، انا عايزه افهم ايه لازمتها في الحياه، بجد ايه لازمتها غير ان هي بتورم رجلينا في الرايحه والجايه. هموت واعرف يعني. انا وعمر هو بيتخبط في راسه وانا اتخبط في رجلي، وحاجة في منتهى الرخامة، يعني بلاش خالص، ملهاش لازمة بجد. وكمان السرير من غيرها شكله اشيك بكتير. يعني احنا بقالنا فترة عايزين اصلا نشيلها خالص، لان هي يعني بتبهدلنا وبس. حاجة كمان بقى، اوعي تتجوزي من غير جزامة. سواء بقى الجزمة عليكي ولا عليه، مش مشكلتنا خالص. المهم ان انتي متتجوزيش من غيرها. صدقيني هتتجوزي من غير جزامة على حس ان انتي بعد شوية هتجيبيها، هتقعدي كام سنة كده. بصي الجزم بتطلعلك كوابيس كده، كوابيس في احلامك وانتي نايمة ومنطورة في الشقة والدنيا، وتحلمي ان هي بتطلع فوقيكي. وبعدين بقى لو جالك عيل قبل ما تجيبي جزامة هتشوفي مرار. انا شفت مرار والله العظيم. يعني لحد دلوقتي ما جبتش برضو جزام، لان الجزامات اللي هو نوع كويس وبتتقفل وكده برضو بتبقى غالية. واول الجواز بيبقى الدنيا لسه مش متظبطة، وبيبقى الدنيا مزنقة وداخلين غالبا يا اما في جمعيات يا اما في ديون. فحقيقي ما تتجوزيش من غير جزامة، انا بقولك، وهتلاقي الجزم طلعلك في الكوابيس.
يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتخلوا بالكم بجد من الحاجات دي، لان انا بعد ما اتجوزت اكتشفت ان هي فعلا عامله لي مشكله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه.